عايز تبقى مستثمر في البورصة ومش عارف ازاي؟ انا هقولك. الخطوة الاولى لازم يكون عندك حساب في البنك. الخطوة الثانية اختار شركة لتداول الأوراق المالية، ولازم تتأكد إنها مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقدر تعرف ده من خلال الموقع الخاص بالهيئة، وكمان موقع البورصة المصرية، وهبقى اسيب لكم اللينكات في الكومنتس. وعلى فكرة في كذا ابلكيشن دلوقتي للتداول، ممكن تستعين بحاجة منهم. شركة الوساطة أو الابلكيشنز دي بتفتح لك حساب في البورصة المصرية، وبتكون الوسيط ليك في تنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم، وكمان الاستثمار في صناديق الاستثمار. وهنا الشركة بتطلب منك صورة بطاقة الرقم القومي، ولو أجنبي بتطلب جواز سفرك علشان تفتح لك الحساب في مدة ما بين 3 ل 5 أيام. الخطوة الثالثة بعد ما يكون ليك حساب في البورصة بتعمل إيداع لمحفظتك المالية وبتحول فلوس من حسابك. الخطوة الرابعة الشركة هتدي لك يوزر نيم وباسورد تقدر من خلالهم تتابع شاشة البورصة المصرية لتداول الأوراق المالية وتشوف حركة أسعار الأسهم. كده اقدر اقول لك مبروك، انت دلوقتي جاهز تستثمر في البورصه. بس لو حابب ازاي تعرف تكسب منها شوف الفيديو اللي جاي. قول لي في الكومنتس امتى فكرت تكون مستثمر في البورصه.